ملعب طنجة الكبير تتسارع الأشغال لتكون هذه التحفة الرياضية جاهزة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 ومباريات كأس العالم 2030. الأشغال بالملعب تعكس دينامية كبيرة مع وصول دفعات جديدة من الحبال الفولاذية التي تستخدم لتدعيم سقف الملعب وواجهاته، في خطوة لتوسيع المدرجات وتوفير مقاعد إضافية للجماهير المنتظرة، والتي قد يبلغ تعدادها 75 ألف متفرج. فعلا الملعب الكبير لطنجة قطع اشواط كبيره في الاشغال اللي كيعرفها واللي كتستجيب مباشره لدفتر تحملات فيفا 2030. هذه الاشغال اللي كتسهر عليها الشركه الوطنيه لانجاز وتدبير المنشات الرياضيه سونارجيس، الى جانب الشركاء ديالنا مشكورين من هذا المنبر واللي كيقوموا واحد العمل كبير وجبار من اجل تسليم الملعب في الاجل المحدده ويكون كيستجيب دفتر تحملات فيفا 2030. وهاد الاشغال كتجي في اطار استعدادات لاستضافه البلد ديالنا ديال لكاس افريقيا للامم 2025 وكاس العالم ل 2030. وهذه المشاريع خرجت الوجود ولا خرجت الارض الوجود بفضل السياسه الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. هذه الاشغال كتمحور اساسا في ازاله حلبة العاب القوى، الشيء اللي غادي يعطينا وينتج عليه واحد الزياده مهمه في الطاقه الاستيعابيه للملعب، اضافه الى ورش تغطيه الملعب بشكل تام. اي المدرجات غادي يكونوا مغطين واحد بنسبه 100%. وكذلك هو الحال بالنسبه لارضيه الملعب اللي غادي تكون ارضيه ذات جوده عاليه واللي كتستجيب للمعايير الدوليه. وكنوجدوا ايضا تجديد جميع المرافق بالنسبه للملعب الكبير لطنجه واللي كتشمل المنطقه الخاصه بالصحافه والمنطقه الخاصه بكبار الزوار وكبار الشخصيات، اضافه الى المنطقه الخاصه بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه والمرافق التجاريه. محيط الملعب بدوره لم يترك دون تحسينات، حيث توضع أنابيب تصريف مياه الأمطار لضمان سلامة البنية التحتية، كما ستضاف أبواب لإغلاق مساحات توافد الجماهير مع لمسات جمالية ومرافق تجارية تضفي على الملعب طابعا حديثا ومميزا. كل هذه الجهود تظهر التزام المغرب بتهيئة ملعب في مستوى أفضل الملاعب العالمية ليكون جاهزا لاستقبال العالم في الاستحقاقات الرياضية المنتظرة.